رشه وحده من هاد السبراي وكل شيء غادي يسولكم على الريحه والنقاوه اللي عندكم في الدار. ومرحبا بكم في حيله وتدبيره جديده ان شاء الله. وعلى بركه الله غادي نبداو باول حيله. غادي تاخدي واحد الحامضه كيف ما كتشاهدي معايا في لا فيديو وغادي تقطعيها لشرائح، وغادي ناخذ واحد الكاس ديال الزاج ولا زليليفه ديال الزاج، المهم تكون شي حاجه ترونسبارونت باش يبان الشكل زوين. وغناخذ واحد عويد القرفه وغادي نوضعوه ما بين هاد الشرائح ديال الحامض. وغادي ناخذوا الشمع ديالنا اللي كنكونوا ذوبناه. الشمع البنات ما تحمقوش راسكم، غادي تاخذوا فقط الشمع اللي كيدير 3 دراهم ونص صافي، وغتذوبوه وغادي تزيدوا عليه كما قلت لكم الملون. نتوما غتوضعوا الملون اللي بغيتو، ومن الاحسن تاخذوا الملون يكون اخضر ولا اصفر، وكتزيدوا عليه زيت عطري. انا زدت زيت عطري د الحامض. من مورايا البنات كتخليو الشميعه حتى كتنشف، ما يمكنش على ريزولطا. شوفوا لي عفاكم الصفاء، شوفوا لي النقاوه ديال الشميعه كيفاش خارجه، فريمون فنه. وبمكونات بسيطه يا البنات من قلب دارك كتخرجي واحد الشميعه ديكوراتيف اللي تحطيها دير لك الديكور وتطلق لك الريحه في نفس الوقت. خطيره يا البنات، حطوها في بيت الكلاس، حطوها في الصالون فين ما حبيتو، وانتم كتحصلوا على هذا الجو الرومانسي الجميل جدا، وكذلك برائحه انيقه. وبالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاجو فيها فقط الملح البنات، وغادي نزيدو عليها البلسم ديال الحوايج، داك الصابون باش كنصبروا الحويجات ولا المعطر ديال الحويجات، وكنحركوهم مزيان مع الملحه حتى كيتجانس لينا الخليط. من موراها البنات كتحطوه في شي كوان فين ما حبيتو. انا هنايا حطيته في لي طواليط باش هكايا يمص ليا الريحه الغير المرغوب فيها ويطلق لي رويحه زوينه. وفي الحيله الاخيره غادي نحتاجو واحد سبراي ديال الزاج ولا ديال البلاستيك اللي متوفر عندك، وغادي نحتاجو كذلك هاد المعطر ديال الملابس، وكذلك اي زيت عطري. انا هنا اختاريت زيت العطري ديال لالوي فيغا. غادي ناخذ داك السبراي اللي كيكون فيه ديجا نصيتو بالماء يكون دافي حتى كيبرد كيدفى، ومن موراها حتى كيبرد عاد تنضيفوه في السبراي. كنزيدو عليه داك البلسم ديال الحويجات، وكنزيدو الزيت العطري كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو البنات. كنبداو نمخضوهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا المكونات بثلاثه، ومن موراها كنركبوا السبراي ديالنا يا البنات. وبصحتك وراحتك هانتي حصلتي على واحد سبراي منزلي اللي غادي يعطر لك المنزل ديالك، واللي دخل دارك غيشم هاد الريحه ديال النقاوه وغيقول لك اختي شنو دايره. فريمون كيوجد دغيا، واهم ما في ذلك تيخلي لك واحد الريحه كتحمق. هانتي ترشيه على لي فلور ارتيفيسيال ديالك، ترشيه في بيوتا ديال الكلاس فين ما حبيتي. فريمون يا البنات كيخلي واحد الريحه كتحمق. وهنا تنقول لكم بسلام عليكم، نتمنى يعجبكم لا فيديو، وما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير ديالكم. مع السلامه.